انا بقى مش فارق معايا الهزيمه النهارده خالص، انا كده كده لابس اسود وكل اسبوع بتهزم، وواخد عقد بقالي شهرين التلاته، اي هزيمه بالتلاته على طول، مفيش تغيير ولا اتنين ولا واحد، تلاته. انا بقى اكتشفت اكتشاف مهون عليا الدنيا دي كلها، وبخاطب جمهور الكرة مش الزمالك بس. المدرب المصري يا جماعة، المدرب المصري لو خد فرصة جاي. في واحد دلوقتي ماسك الزمالك بيبقى واقف على الخط اسمه احمد عبد المقصود صودا، 6 اسامي. توجيهات ايه وتغييرات ايه في مواعيدها ايه، وجمل ايه وتكتيك ايه والتزام لاعبين ايه، طفرة. المدرب المصري اديله حقه، اديله حقه، وهتلاقيه في اماكن انت مش متخيلها. تلاقيه في المترو، هتلاقيه في محطة العتبة، هتلاقيه بيجيب بن، هتلاقيه في اماكن انت مش متخيلها. المدرب المصري، اي حد فينا ممكن يشتغل مدرب مصري. اضرب الترنج، ترنج اسود، اقفل السوسته للاخر، بقيت مدرب. بقيت مدرب، انا بقول لك بقيت مدرب يا باشا. تخيل بقى لو الترنج ده ماركه، لو من اديداس مثلا، يا نهار ازرق. بقيت مدرب بصلاحيات كامله، مدير فني. ما مش شغلانه اصلا، هي ترنج اضربه، بقيت مدرب مصري واقف على الخط وعامل كده. فلو عندك ترنج مدرب، لو عندك ترنج ماركة، انت بصلاحيات كاملة تشتغل من الصبح. انا بنبهك للموضوع ده.